مين اكتر حد اثر في حضرتك بمناسبه الناس الكتيره حضرتك اتعلمت منهم؟ بصي انا دايما يعني بشوف انه في ناس في حياتك بتقابلهم بتكون محظوظ لو قابلتهم. انا استاذي دكتور احمد فرج، ده حد على فكره من اعلام الجراحه وجراحه المناظير والقولون المستقيم. هو جراح يعني كويس جدا في كل حاجه. انا لو قعدت اتكلم عنه احنا محتاجين حلقات لوحدها نتكلم عنه. أوكي. الحقيقه هو ما كانتش قيمته بس في انه علمني. على فكره ده من اول الناس اللي كانت ساعدتني امسك المنظار. يعني بجد ده بادئ معايا من بدري قوي، من وانا صغير جدا. لا الحقيقه هو علمني اتعامل مع المريض ازاي. ما اتعاملش مع المريض انه سلعه. ازاي ريسبكت المريض والمتطلبات بتاعته. ازاي ابقى صبور معاه وانه هو ليه هو عنده احتياج ليك في حاجه معينه، لازم تديهوله بطريقه شيك وكويسه، وما تبخلش عنه بالسيرفيس اللي انت بتعملها. تعالى المستوى الشخصي حتى ماديا ازاي تتعامل مع المريض بطريقه شيك، لان هو مش بيع وشراء، انت دكتور في الاول والاخر. فكان ليه فضل كبير قوي في النقطه دي. بلس بقى الحاجات الطبيه والشغل والهاند كرافت والكلام ده كله. حقيقه لما كنت اشكره اقول له انت صاحب فضل، يقول لي خلي بالك انه انت كويس، انت عندك استعداد تتعلم، لانه انا عدى عليا ناس كتيره فيهم ناس بقوا كويسين جدا، وفي ناس ما اتعلمتش